السلام عليكم حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. فقلت بقى ايه اطلع اعمل ايه حبة زلابية كده في الحر ده. اخبار الحر ايه معاكم؟ اخباركم ايه؟ الواحد والله خلاص، يعني انا واقفة في المطبخ والمروحة شغالة، يعني الواحد مش عارف يعمل ايه. فحبيت اعمل شوية زلابية كده، يعني عندي احفادي لما بيجوا عندي، يعني اي جدة يلا احفادها بتقوم تعمل حبة حاجة كده يعني ياكلوها. فانا قلت ايه حاجة بسيطة كده، الزلابية سهلة. فطبعا دي احلى، جربتها بصراحة، احلى يعني احلى طريقة عملتها فيها الزلابية. المقادير انا كده دول 2 كوباية، 2 كوباية منخولين. تمام. هحط عليهم ذرة ملح اهو. تمام. احط عليهم ذرة ملح، وهحط عليهم 2 معلقة من النشا. 2 معلقة من النشا. تمام. معلقة صغيرة، يعني 2 معلقة صغيرة نشا. اجيب بقيتهم كده. ده الدقيق، يعني حطيت دلوقتي ذرة ملح و2 معلقة صغيرة نشا، وهقلب كده. ده الدقيق. تمام. بس هنحطه كده على جنب. يعني الطريقة دي جميلة جدا. في طريقة بيعمل يعني بيعمل الخليط لوحده عجينة بردك، وبعدين يحطه على دقيق تاني. فهي دي سهلة وكلها هتبقى زلابية. تمام. بس بعد كده هعمل ايه؟ هنا حاطة 2 معلقة بردك من الخميرة الفورية. لا، ده سكر. 2 معلقة سكر. تمام. و2 معلقة من الخميرة الفورية اهي، معلقة بردك صغيرة. تمام. انا قلت ايه احضر المقادير عشان على طول نعملها. وهنحط عليها السكر اهو. هنحط عليها مية دافية، كوباية وتلت مية دافية. انا هحط شوية كده صغيرين، يعني هي كوباية وتلت للعجينة كلها، فاحنا هنحط شوية ونقلبها كده لغاية ما تدوب بالسكر. يعني 2 سكر و2 خميرة فورية. احطها كده. تمام. هي كده خلاص دابت اهي. هغطيها باي حاجة بالغطا بتاعها، حتى غطا العلبة. هغطيها بغطا العلبة. تمام. نسيبها بقى ايه تتفاعل. هو الدنيا حر، هي هتتفاعل لوحدها. احنا مش قادرين حتى نقف نعمل اكل. ربنا يهون علينا الصيف، وكل سنة وانتم طيبين، وبعود الايام كده، وخليكوا لينا حبايبي واخواتي واصحابي وولادي واحفادي، ويديكوا الصحة والعافية. طيب انا هقفل يعني شوية كده، وهرجع تاني على بال ما الخميرة تتفاعل، وهقول لكم بعد كده نعمل ايه. سلام. السلام عليكم يا حبايبي. انا جيت لكم تاني رجعت تاني
طبعا انا سبت الخميره. الخميره هي يعني كده كويس تفاعلت اهي، بصوا اهو اهي تمام. هسيبها طبعا. انا هعجن العجينه الدقيق. احط شويه ميه كده تمام. بقيت الميه انا قلت كوبايه وايه وتلت. هعجنها كده تمام. يا رب تكون باينه. هي طبعا بقى احنا ايه هنشتغل بايدينا طبعا احلى، عشان دي مش هتنفع. نشتغل بايدينا احسن. بس ننزل ده ننزل دي مش هتنفع خالص، عشان دي عجينة مش بيض. تمام كده. اسيبها كده وهحط المية. خلاص هنشتغل بقى بايدينا. نرفع بس الكم ده كده اهي. نعمل بقى كده تمام. هي طبعا مش هتبقى الزلابية، بتبقى خفيفة مش كده كده. تمام. معلش الحامل بتهز. هحط بقى الخميرة. بص عملت ازاي اهي، تفاعلت. نزلها كلها وهعجن. اقول بقى اعجنها كده. حاول بقى تربيها جامد كده، عشان دي زلابية اهي. بصي تعملي كده. بصي بقى تبقى ملمسها جميل ازاي اهي كده. تمام. بصوا الملمس. اقعد اربها كده شويه اهي. هسيبها طبعا بردك هتخمر شويه تمام. اهي شوفوا شكلها. طبعا هرجع لكم تاني وهي خمرانه، وابتدي اقلي بقى الزلابيه. اوريكم ازاي بتتعمل. بصوا يعني انا عندي عسل وسكر بودره تمام. بس احلى طريقه لعمل العسل، هتجيبوا كوبايتين سكر وكوبايه ميه ونص ليمونه وفانيليا بس. طبعا هحط السكر على الميه وما تقلبوش. بعد كده لما يبتدي يغلي تروحي حاطه نص الليمونه، ولما يغلي بتاع 10 دقايق كده تطفي، ما بيبقاش تقيل قوي. تروحي حاطه الفانيليا بس. ده احلى طريقه شربات للزلابيه. بس انا هسيبها بقى تخمر شويه كده قد 10 دقايق برضه، وهرجع اوريكم ازاي بتتقلي. وانا عندي سكر بودره اهو تمام. سكر بودره
وعندي عسل، فعشان كده انا ما عملتش عسل. العسل اهو تمام، بس بيبقى كده ما بيبقاش لا خفيف ولا تقيل. وان شاء الله ارجع لكم وانا بقلي الزلابيا، وان شاء الله تجربوها، وجميله جدا وسريعه وما فيهاش اي حاجه. سلام. السلام عليكم حبايبي. انا طبعا رجعت بقى هنبتدي نقلي الزلابيا. واهم شيء بقى الزيت ما يبقاش سخن، ده اول حاجه، يعني ما يبقاش سخن، يبقى دافي كده. فطبعا في طريقه، في ناس بتحط ازازه والكلام ده، لا هي الطريقه المعتاده بتاعتنا ان انا ادي الزلابيا اهي كده كده فمرت تمام. هعمل بقى ايه؟ احنا بنمسك كده الزلابيا تمام، وهنا زيت، ده زيت وفي ايه؟ معلقه. خلاص هعمل كده واحط، هعمل برضه كده تاني واحط. شايفين؟ حلو قوي كده، برضه يكون واضح. واحط اهم شيء كل الايه الكمية اهو كده كده. ودلوقتي هتترفع لما الزيت بيغلي تمام. سهلة جدا، يعني انا مش بحب انا احط، في بيحطوا في ازازة كده. وممكن بقى تعمليها نص سوا وتحطيها في الفريزر، يعني ساعة ما يجيلك حد تروحي ايه مطلعها يا دوبك تتقلي نص قلية كده، وتروحي حطها في الفريزر. وبعدين لما تيجي حد تروحي ايه عامله له زلابيا. انا كده مستكفية في الطاسة عشان ما يلزقش في بعض تمام كده. حلو قوي. نطلع بس اللي في الحلة اللي في الطاسة وايه وانا اكمل بعدين. بس جميلة وتعملوها، تبتدوا بقى تقلبوا كده. احلى زلابيا في البيت ونضيفة وعايزة تقليها بزيت نضيف كده. انا بس ايه حطيت تبقوا معايا لغايه اما اعملها في البيت تمام. يا رب بس تكون تعجبكم وتحاولوا تعملوا زيها لولادكم واحفادكم. شايفين؟ ممكن بقى ترشوا عليها سكر او ممكن تحطوها فين؟ في العسل. اللي عايز بقى ده اعمله، اللي عايز في كمان ممكن لو عندكم صوص شوكولاته حط عليها او صوص كراميل. فاللي عايز اي حاجه بقى بيبقى يعوز. انا هفضل بقى كده لغايه اما بص بقى اللي هي تتحط في الفريزر تطلع كده. شايفين؟ تتحط في الفريزر تطلع اللون ده
بس تبرد قبل ما تحطوها في الفريزر، تبرد خالص. اما اللي انا هاكلها هتتحمر بقى اللي هي اللون الذهبي الجميل ده، تحمر وحاجه جميله كده. اي نعم الدنيا حر بس هنعمل ايه، لازم هناكل. وانا كمان هعمل اكل، هعمل باميه ورز عشان احفادي تاكل. ويا رب كده يجعل دايما بيوتنا عمار. قبل ما ايه ما اطلعها، انا هطلع ده بقى وهشتغل لوحدي بقى كده. اكمل بقيه زي الزلابيه ده. هما كوبايتين يعني، انت عايزه تعملي اكتر، عايزه تعملي اقل، فيا رب كده تعجبكم. وهي كمان شويه كده وهطلعها، وتعملوا لي بقى كومنت حلو ولايك وشير وفعلوا لي الجرس. ويا رب كده تكملي في أكلة ثانية عاملها في القرن. كل واحد خلاص الالتزام يعني، ربنا معانا ومعاكي طبعا. واحط ايه حبه في العسل. بصوا اهو، بص اللون ده جميل قوي. ادي حبه في العسل اهو خلاص. وهشيله وهحط حبه عليه سكر اهو هنا. هطفي بقى دي شويه، لازم قلنا الزيت يبقى هادي. هطفي بقى دي شويه كده تمام. تعالوا بقى بصوا علشان ايه نعمل الطبق ده. طبعا السكر خلاص، هرش كده السكر. هو المفروض بتاع ديت بتاع منكل او باي حاجه كده بقى. معلش بسرعه كده اهو. ده الطبق اللي فيه السكر. نعمل بقى اللي فيه العسل. طبق العسل، طبق العسل اهو. نطلع العسل يعني بصوا معلش بسرعه كده، نطلع كل حاجه قدامنا. ده العسل تمام، ده اللي فيه العسل تمام. بتصور يا عمر؟ ماشي يلا كده. بصوا ادي العسل هتقع، وادي السكر. اللي عايز بقى عسل ياخد، اللي عايز سكر ياخد. واتمنى ان الزلابيه تعجبكم. واقول لكم ايه، سلام عليكم حبايبي. انا طبعا بجهزكم بقى، هنبتدي نقلب الزلابيه. واهم شيء بقى الزيت ما يبقاش سخن، ده اول حاجه يعني. ما يبقاش سخن، يبقى دافي كده. فطبعا في طريقه، في ناس بتحط ازازه والكلام ده، لا هي الطريقه المعتاده بتاعتنا. ان انا ادي الزلابيه اهي بصوا اهي كده كده خمرت تمام. هعمل بقى ايه، احنا بنمسك كده الزلابيه تمام. وهنا زيت، ده زيت وفي ايه معلقه خلاص. هعمل كده واحط، هعمل برضك كده تاني واحط. شايفين سهله قوي كده. يا رب يكون واضح. واحط اهم شيء تحطي المعلقه مش مشكله. اهم شيء تحطي كده لازم
الكيكة والزيت بيغلي. تمام، سهلة جدا. أنا مش بحب أنا أحط جوه كده. عادي وممكن بقى تعمليها نص سوا وتحطيها في الفريزر، يعني ساعة ما يجيلك حد تروحي ايه مطلعها يا دوبك تتقلي نص قلية كده، وتروحي حطاها في الفريزر. وبعدين لما تيجي بقى يجي حد تروحي ايه عامله له زلابية. انا كده مستكفية في الطاسة عشان ما يلزقش في بعض. تمام كده حلو قوي. نطلع بس اللي في الحلة اللي في الطاسة وايه وانا اكمل بعدين. بس الطريقة جميلة وتعملوها تبتدوا بقى تقلبوا كده اهو. احلى زلابية في البيت ونضيفة وعارفة انت تقلبيها في البيت نضيف اهو كده. انا بس ايه حبيت تبقوا معايا لغايه اما اعملها في البيت. تمام، يا رب بس تكون تعجبكم وتحاولوا تعملوا زينا لولادكم واحفادكم. شايفين؟ ممكن بقى ترشوا عليها سكر او ممكن تحطوها فين في العسل. اللي عايز بقى ده اعمله. اللي عايز في كمان ممكن لو عندكم صوص شوكولاته تحط عليها او صوص كراميل. اللي عايز اي حاجه بقى يعوز. انا هفضل بقى كده لغايه اما بص بقى اللي هي تتحط في الفريزر تطلع كده. شايفين؟ اللي تتحط في الفريزر تطلع اللون ده بس تبرد قبل ما تحطوها في الفريزر. تبرد خالص. اما اللي انا هاكلها هتتحمر بقى اللي هي اللون الذهبي الجميل ده تتحمر وحاجه جميله كده. اي نعم الدنيا حر بس هنعمل ايه، لازم هناكل. وانا كمان هعمل اكل، هعمل باميه ورز عشان احفادي تاكل. ويا رب كده يجعل دايما بيوتنا عمار لما ايه نطلعها. انا هطلع ده بقى وهشتغل لوحدي بقى كده. اكمل بقيه ايه الزلابيه ده. هما كوبايتين يعني. انت عايزه تعملي اكتر عايزه تعملي اقل. فيا رب كده تعجبكم. وهي كمان شويه كده وهطلعها. وتعملوا لي بقى كومنت حلو ولايك وشير وفعلوا لي الجرس. ويا رب كده استنوني في أكلة تانية أعملها في الحر. كل واحد خلاص البوتاجاز يعني ربنا معانا ومعاكي طبعا.
ايه حبه في العسل. بصوا اهو، بص اللون ده جميل قوي. ادي حبه في العسل اهو. خلاص، وهشيله وهحط حبه عليه سكر اهو هنا. هطفي بقى دي شويه، لازم قلنا الزيت يبقى هادي. هطفي بقى دي شويه كده. تمام. تعالوا بقى بصوا علشان ايه نعمل الطبق ده. طبعا السكر خلاص، هرش كده السكر. هو المفروض بتاع ده بتاع منكل او باي حاجه. تقدري بقى معلش بسرعه كده اهو. ده الطبق اللي فيه سكر. نعمل بقى اللي فيه العسل. نطلع لكم طبق العسل. طبق العسل اهو. نطلع العسل يعني بصوا معلش بسرعه كده. نطلع كل حاجه قدامنا. العسل تمام. بتصور يا عمر؟ ماشي. يلا كده بصوا ادي العسل هتقع، وادي السكر. اللي عايز بقى عسل ياخد، اللي عايز سكر ياخد. واتمنى ان الزلابيه تعجبكم، واقول لكم ايه سلام. السلام عليكم يا حبايبي. انا طبعا رجعت لكم بقى. هنبتدي نقلي الزلابيه. واهم شيء بقى ان الزيت ما يبقاش سخن، ده اول حاجه. يعني ما يبقاش سخن، يبقى دافي كده. فطبعا في طريقه، في ناس بتحط ازازه والكلام ده، لا هي الطريقه المعتاده بتاعتنا. ان انا ادي الزلابيه اهي كده كده خمرت. تمام. اعمل بقى ايه؟ نمسك كده، نمسك كده الزلابيه. تمام. وهنا الزيت ده زيت وفي ايه معلقه. خلاص. اعمل كده واحط. اعمل برضه كده تاني واحط. ماشي. سهله قوي كده. يلا يكون واضح. واحط. اهم شيء تحطي المعلقه الكبشه وقعت مش مشكله. اهم شيء تحطي هي كده. لازم يبقى الزيت مش سخن، عشان على بال ما تيجي تفرشها انت خلصتي كل الايه الكميه اهو. دلوقتي هتتفرشها والزيت بيغلي. تمام. سهلة جدا. يعني انا مش بحب انا احط جوزة كده. عشان لازم تعملي بقى كده كلها كل ايه تستوي في ميعاده. اهي. تمام. وممكن بقى تعمليها نص سوا وتحطيها في الفريزر. يعني ساعة ما يجيلك حد تروحي ايه مطلعها يا دوبك تتقلي نص قلية كده، وتروحي حطها في الفريزر. وبعدين لما تيجي بقى تيجي حد تروحي ايه عامله له زلابيه. انا كده مستكفيه في الطاسه عشان ما يلزقش في بعض. تمام كده حلو قوي. نطلع بس اللي في الحله اللي في الطاسه وايه ما نكمل بعدين. بس جميله
تيجوا تعملوها تبتدوا بقى تقلبوا كده اهو. احلى زلابيه في البيت ونضيفه وعارفه انت بتقليها بزيت نضيف اهو كده. انا بس ايه حبيت تبقوا معايا لغايه اما اعملها في البيت. تمام، يا رب بس تكون تعجبكم وتحاولوا تعملوا زيها لولادكم واحفادكم. شايفين؟ ممكن بقى ترشوا عليها سكر او ممكن تحطوها فين في العسل. اللي عايز بقى ده اعمله، اللي عايز في كمان ممكن لو عندكم صوص شوكولاته حط عليها او صوص كراميل. اللي عايز اي حاجه بقى يقعد. انا هفضل بقى كده لغايه اما بص بقى اللي هي تتحط في الفريزر تطلع كده. شايفين؟ تتحط في الفريزر تطلع اللون ده بس تبرد قبل ما تحطوها في الفريزر، تبرد خالص. اما اللي انا هاكلها هتتحمر بقى اللي هي اللون الذهبي الجميل ده، تتحمر وحاجه جميله كده. اي نعم الدنيا حر بس هنعمل ايه، لازم هناكل. وانا كمان هعمل اكل، هعمل باميه ورز عشان احفادي تاكل. ويا رب كده يجعل دايما بيوتنا عمار لما ايه ما اطلعها. انا هطلع ده بقى وهشتغل لوحدي بقى كده. اكمل بقيه الزلابيه ده. هما كوبايتين يعني، انت عايزه تعملي اكتر عايزه تعملي اقل. فيا رب كده تعجبكم. وهي كمان شويه كده وهطلعها. وتعملوا لي بقى كومنت حلو ولايك وشير وتفعلوا لي الجرس. ويا رب كده استنوني في أكلة تانية أعملها في الحر. الواحد خلاص البوتاجاز يعني ربنا معانا ومعاكم طبعا. واحط ايه حبه في العسل. بصوا اهو، بص اللون ده جميل قوي. ادي حبه في العسل اهو خلاص. وهشيله وهحط حبه عليه سكر اهو هنا. هطفي بقى دي شويه، لازم قلنا الزيت يبقى هادي. هطفي بقى دي شويه كده. تمام، تعالوا بقى بصوا علشان ايه نعمل الطبق ده. طبعا السكر خلاص، هرش كده السكر. هو المفروض بتاع ديت بتاع منخل او باي حاجه بايديا بقى، معلش بسرعه كده اهو. ده الطبق اللي فيه السكر. نعمل بقى اللي فيه العسل. نطلع لكم طبق العسل. طبق العسل اهو. نطلع العسل. عايزه بس يعني بصوا معلش بسرعه كده كل حاجه قدامكم. تمام، بتصور يا عمر؟ ماشي، يلا كده بصوا ادي العسل وهتقع وادي السكر. اللي عايز بقى عسل ياخد، اللي عايز سكر ياخد. واتمنى ان الزلابيه تعجبكم. واقول لكم ايه، سلام.
السلام عليكم حبايبي. انا طبعا رجعت لكم بقى، هنبتدي نقلي الزلابيه. واهم شيء بقى ان الزيت ما يبقاش سخن، ده اول حاجه، يعني ما يبقاش سخن، يبقى دافي كده. فطبعا في طريقه، في ناس بتحط ازازه والكلام ده، لا هي الطريقه المعتاده بتاعتنا ان انا ادي الزلابيه اهي بالسخن كده كده خمري تمام. هعمل بقى ايه؟ ما بنمسك كده، نمسك كده الزلابيه تمام. وهنا زيت، ده زيت وفي ايه؟ معلقه. خلاص هعمل كده واحط، هعمل برضه كده تاني واحط. ماشي، سهله قوي كده برضه يكون واضح. احط، اهم شيء تحطي المعلقه. الكبشه وقعت مش مشكله، اهم شيء تحطي هي كده لازم تبقى لازم يبقى الزيت مش سخن، عشان على بال ما تيجي تترفع انت خلصتي كل الايه الكميه. خلاص دلوقتي تعملي كده وتحطي كده، ودلوقتي هتترفع لما الزيت يغلي. تمام، سهلة جدا. يعني انا مش بحب انا احط زي كده. وممكن بقى تعمليها نص سوا وتحطيها في الفريزر، يعني ساعة ما يجيلك حد تروحي ايه مطلعها يا دوبك تتقلي نص قليه كده، وتروحي تحطها في الفريزر. وبعدين لما تيجي حد تروحي ايه عامله له زلابيه. انا كده مستكفيه في الطاسه عشان ما يلزقش في بعض. تمام كده حلو قوي. نطلع بس اللي في الحله اللي في الطاسه وايه، وانا اكمل بعدين. بس جميله وتعملوها، تبتدوا بقى تقلبوا كده. احلى زلابيه في البيت نظيفه. ممكن بقى ترشوا عليها سكر او ممكن تحطوها فين في العسل. اللي عايز بقى ده اعمله، اللي عايز في كمان ممكن لو عندكم صوص شوكولاته عليها او صوص كراميل. انا هفضل بقى كده لغايه اما بص بقى اللي هي تتحط في الفريزر تطلع كده، شايفين؟ تتحط في الفريزر تطلع اللون ده، بس تبرد قبل ما تحطوها في الفريزر، تبرد خالص. اما اللي انا هاكلها هتتحمر بقى اللي هي اللون الذهبي الجميل ده، تتحمر وحاجه جميله كده. اي نعم الدنيا حر بس هنعمل ايه، لازم هناكل. وانا كمان هعمل اكل
هعمل بامية ورز عشان احفادي تاكل، ويا رب كده يرجع دايما بيطلع. هطلع ده بقى وهشتغل لوحدي بقى كده. اكمل بايه الزلابيه ده، هما كوبايتين يعني. انت عايزه تعملي اكتر، عايزه تعملي اقل، فيا رب كده تعجبكم. وهي كمان شويه كده وهطلعها، وتعملوا لي بقى كومنت حلو ولايك وشير. في العسل بصوا اللون ده جميل قوي. ادي حبه في العسل اهو، خلاص. وهشيله وهحط حبه عليه سكر اهو هنا. هطفي بقى دي شويه، لازم قلنا الزيت يبقى هادي. هطفي بقى دي شويه كده، تمام. تعالوا بقى بصوا علشان ايه نعمل الطبق ده. طبعا السكر خلاص، هرش كده السكر. هو المفروض بتاع ديت بتاع منخل او اي حاجه زي بقى، معلش بسرعه كده. او ده الطبق اللي فيه بقى اللي فيه العسل. طبق العسل، طبق العسل اهو. طلع العسل يعني بصوا معلش بسرعه كده. تمام، بتصور يا عمر؟ ماشي، يلا كده. بصوا ادي العسل هتقع، وادي السكر. اللي عايز بقى عسل ياخد، اللي عايز سكر ياخد. واتمنى ان الزلابيه تعجبكم، واقول لكم ايه سلام. طبعا بجربوا بقى واهم شيء بقى ان الزيت ما يبقاش سخن، ده اول حاجه يعني. ما يبقاش سخن، يبقى دافي كده. فطبعا في طريقه، في ناس بتحط ازازه والكلام ده، لا هي الطريقه المعتاده بتاعتنا. ان انا الزلابيه اهي بصوا كده خمره، تمام. هعمل بقى ايه، احنا بنمسك كده الزلابيه، تمام. وهنا الزيت ده زيت في ايه معلقه، خلاص. هعمل كده واحط، هعمل بفضل كده تاني واحط. سهلة قوي كده، لازم يكون واضح.
على دوبك تتقلي نص قليه كده، وتروحي حطاها في الفريزر. وبعدين اما تيجي بقى اي حد تروحي ايه عامله له زلابيه. انا كده مستكفيه في الطاسه عشان ما يلزقش في بعض. تمام كده حلو قوي. نطلع بس اللي في الحله اللي في الطاسه وايه، وانا اكمل بعدين. بس جميله وتعملوها، تبتدوا بقى تقلبوا كده. احلى زلابيه في البيت لولادكم واحفادكم. ممكن بقى ترشوا عليها سكر او ممكن تحطوها فين في العسل. اللي عايز بقى ده اعمله، اللي عايز في كمان ممكن لو عندكم صوص شوكولاته انا هفضل بقى كده لغايه اما بص بقى اللي هي تتحط في الفريزر تطلع كده. شايفين تتحط في الفريزر تطلع اللون ده، بس تبرد قبل ما تحطوها في الفريزر. تبرد خالص. اما اللي انا هاكلها هتتحمر بقى اللي هي اللون الذهبي الجميل ده، تتحمر وحاجه جميله كده. اي نعم الدنيا حر بس هنعمل ايه، لازم هناكل. وانا كمان هعمل اكل، هعمل باميه ورز عشان احفادي تاكل. ويا رب كده يجعل دايما بيوتنا عمار. هطلع ده بقى وهشتغل لوحدي بقى كده. اكمل بايه الزلابيه ده. هما كوبايتين يعني، انت عايزه تعملي اكتر عايزه تعملي اقل، فيا رب كده تعجبكم. وهي كمان شويه كده وهطلعها، وتعملوا لي بقى كومنت حلو ولايك وشير. فعلوا الجرس ويا رب كده واحط ايه حبه في العسل. بصوا اهو، بس اللون ده جميل قوي. حبه في العسل اهو خلاص. وهشيله وهحط حبه عليه سكر اهو هنا. اطفي بقى دي شويه، لازم قلنا الزيت يبقى هادي. اطفي بقى دي شويه كده. تمام. تعالوا بقى بصوا علشان ايه نعمل الطبق ده. طبعا السكر خلاص، هرش كده السكر. هو المفروض بتاع ديت بتاع منقول او اي حاجه زي بقى. معلش كده اهو، ده الطبق اللي فيه نعمل بقى اللي فيه العسل. طبق العسل اهو. طلع العسل يعني بصوا
معلش بسرعه كده. تمام بتصور يا عمر؟ ماشي. يلا كده بصوا ادي العسل هتقع، وادي السكر. اللي عايز بقى عسل ياخد، اللي عايز سكر ياخد. واتمنى ان الزلابيه تعجبكم، واقول لكم ايه، سلام. طبعا بذكركم بقى اهم شيء بقى ان الزيت ما يبقاش سخن، ده اول حاجه. فطبعا في طريقه، في ناس بتحط ازازه والكلام ده، لا هي الطريقه المعتاده بتاعتنا ان انا ادي الزلابيه اهي، بصوا كده كده خمرت. تمام. هعمل بقى ايه، انا بمسك كده الزلابيه. تمام. هنا زيت، ده زيت في ايه، معلقه. خلاص بعمل كده واحط، اعمل برضه كده تاني واحط. شايفين سهله قوي كده، يا رب يكون واضح. اهم شيء تحطي المعلقه ممكن بقى تعمليها نص سوا وتحطيها في الفريزر، يعني ساعة ما يجيلك حد تقولي ايه نطلعها يا دوبك كده تتقلي، تتقلي نص قلية كده وتحطها في الفريزر. وبعدين تيجي بقى تجيبي حد تروحي ايه عامله له زلابيه. انا كده مستكفيه في الطاسه عشان ما يلزقش في بعض. تمام كده حلو قوي. نطلع بس اللي في الحله اللي في الطاسه وايه، وانا اكمل بعدين. بس جميله وتعملوها، تبتدوا بقى تقلبوا كده. احلى زلابيه في البيت ونضيفه. ممكن بقى ترشوا عليها سكر او ممكن تحطوها فين في العسل. اللي عايز بقى ده اعمله، اللي عايز في كمان ممكن لو عندكم صوص شوكولاته انا هفضل بقى كده لغايه ما بص بقى اللي هي
في الفريزر تطلع كده، شايفين؟ تتحط في الفريزر تطلع اللون ده، بس تبرد قبل ما تحطوها في الفريزر، تبرد خالص. اما اللي انا هاكلها هتتحمر بقى، اللي هي اللون الذهبي الجميل ده، تتحمر وحاجه جميله كده. اي نعم الدنيا حر بس هنعمل ايه، لازم هناكل. وانا كمان هعمل اكل، هعمل باميه ورز عشان احفادي تاكل، ويا رب كده يجعل دايما بيوتنا عمار واشتغل لوحدي بقى كده. اكمل بقيه في الزلابيه ده، هما كوبايتين يعني. انت عايزه تعملي اكتر، عايزه تعملي اقل، فيا رب كده تعجبكم. وهي كمان شويه كده وهطلعها، وتعملوا لي بقى كومنت حلو ولايك وشير، وفعلوا لي الجرس، ويا رب كده ايه حبه في العسل. بصوا اهو، بص اللون ده جميل قوي. ادي حبه في العسل اهو، خلاص. وهشيله وهحط حبه عليه سكر اهو هنا. هطفي بقى دي شويه، لازم قلنا الزيت يبقى هادي. اطفي بقى دي شويه كده، تمام. تعالوا بقى بصوا علشان ايه نعمل الطبق ده. طبعا السكر خلاص، هرش كده السكر. هو المفروض بتاع ديت، بتاع منخل او اي حاجه بايديا بقى، معلش بسرعه كده. اهو ده الطبق اللي فيه السكر. بقى اللي فيه العسل، طلع لكم طبق العسل. طبق العسل اهو، طلع العسل. عايزه بصوا يعني، بصوا معلش بسرعه كده. تمام، بتصور يا عمر؟ ماشي، يلا كده. بصوا ادي العسل هتقع، وادي السكر. اللي عايز بقى عسل ياخد، اللي عايز سكر ياخد. واتمنى ان الزلابيه تعجبكم.